مع احلى كبده اسكندراني بمناسبه العيد الكبير، وكل سنه وانتم طيبين. نص كيلو كبده ضاني، بصلايه، طماطمايه، 2 فلفل الوان، 2 فلفل حراق، ليمون، بقدونس، ثوم، زيت، خل، فلفل اسود، كزبره، شطه، جوز الطيب، بهارات مشكله. اول حاجه هنبدا نقطع الخضار بتاعنا. فلفل رومي اخضر، فلفل رومي احمر، نقطع الطماطم، ممكن اقطعها كاريه، ممكن اقطعها جوليان. بعد كده بقدونس، بحط الليمون بتاعي. كده كل الخضروات جاهزه. باخد الكبده بتاعتي، باخد على قد كمان اللي انا عاملها. ممكن اقطعها جوليان، ممكن اقطعها مكعبات زي ما انا عاوز. انا بقطعها جوليان نفس تقطيعة الخضار. طبعا الكبده الضاني كلنا طبعا في العيد بنبقى عاملين لحمه ضاني او كبده كندوز، سواء دي او دي، الاتنين جمال. بس معلومه ان الكبده ما تتغسلش. الكبده باخدها زي ما هي، بنضفها كويس كده، بمسحها وبشتغل منها على طول. ممكن احط لها ليا لو انا حابب، ممكن احط لو عندي دهن او حلويات من اللحمه ممكن احطها معاها، تبقى طبعا جميله. وانا حابب النهارده ادوقكم الكبده كده على الطريقه الاسكندراني. اول حاجه بحط الزيت، بعد كده بحط البصل، وبعدين هنحط ثوم، نفرد الكبده، ما نستناش على البصل دقيقتين. اول ما يستوي بقلب البصل مع الثوم مع الكبده، وابدا اديله البهارات بتاعتي، كمون، سن الفلفل اسود، سن جوز الطيب. لو انا حابب احط شطه خضراء تمام، لو انا عايز ازود شطه حمراء. وكل ما الشطه بتاعت الكبده الاسكندراني بتخلي فيها احلى. ملح. بعد كده هضيف الفلفل الالوان والفلفل الحراق، بتبدا الريحه الجميله تطلع. بعد كده بضيف لها سنه خل، وبحط طماطم جوليان اللي انا قطعتها في الاول، اعصر سنه ليمون. شكل الكبده بعد 7 دقايق على النار، من 7 ل 10 دقايق، ما بتاخدش وقت، بتبقى بالمنظر الجميل دوت. هنعمل لايك وفولو ومنشن، وما تنسوش لو عجبكم الاكل تقولوا لنا رايكم. وبالهنا والشفا، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. مع الشيف رمضان، احلى كبده اسكندراني.